قالت لي حنبوك زعما عطيني غيامات ولا خلينا بلا حجاب. اليوم غدوه اليوم غدوه ديري الحجاب اكرام، حرام عليك. اليوم غدوه اليوم غدوه كنا شهر العسل، وهذا الحجاب انا اللي نعرفه على حساب فهمتي ما نقدرش نفورتي عليها ديري الحجاب، كيما ما نقدرش نقولها قال لي الحجاب ما نقدرش نفورتي عليها الحجاب. انا اللي فوتو تاعي في الجزائر، ونهار اللي عرفتها واول مره تلاقيت معاها ونهار اللي خطبتها ونهار اللي ديت والديا ونهار اللي شافوها كل شيء بالحجاب يا خويا. كي جات هنايا ما نجمش نفورتي عليها بالحجاب. انا ما تنجمش تفورتي على واحد يدير حاجه، ما تنجمش تفورتي على واحد ما يديرش حاجه. كل يوم قعدت معها غدوه اليوم غدوه ان شاء الله اليوم غدوه ان شاء الله اليوم، وراكم عارفين لو غاز تاع ليسوار. طيب، سؤال آخر عبد القادر. الكثير أيضا يتساءل، يقول كيف لشخص الصور توضح والفيديو أنه تزوج بفتاة وقضى معها شهر العسل وقضى معها حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر متزوجين، ثم فجأة تهرب عليه شهر و13 يوم، شهر و13 يوم، ثم فجأة تهرب عليه بطريقة مفاجئة وتسبب له كل هذه المشاكل. ربما هناك لغز وأنت تخفي هذا اللغز. يا اخي انا اللي يعرف هذا اللغز هي اكرام، والله العلي العظيم. انا هبطت 28 افريل للجزائر، لو 28 افريل هذا 2016 هبطت للجزائر وروحت عندهم لدارهم وهي تعيط لي ودير ميساج بيناتنا كاع لي ميساج عندي وكي راك راجلي وكي راك انت، زعما علاقه عاديه بين مرتي بين امراه وراجلها وانا في دارهم وكاع. من قال دار لي صوالح ودار صوالح على ما هربتش لو 29 على ما هربتش لو 30 على ما هربتش مانيش عارف. لقيت واحد بالك هذاك السيد خير مني ولا شباب عليا ولا مانيش عارف. انا هذه السيره تزوجت معها في الحلال خويا، تزوجت معها في الحلال ودخلت من الباب. من نهار اللي عرفتها رحت لي في دارنا راحوا خطبوها خويا. انا هبطت للبلاد، غير نعطيكم غير حاجه ما قلتهاش في الفيديو، حاجه برك صغيره. من خرجت كاع لي ريكورد تاع التليفون والله يا خوتي انا مشيت له 28. راك تسمع فيا خويا؟ نعم نعم، تفضل. اوكي، انا مشيت له 28 افريل. اخر ميساج كتبتها لها على 27 دقيقه 27 دقيقه حتى العشيه كنت في الطياره ماشي للجزائر. هي من جبت كاع لي ريكورد تاع التليفون تاعها معيطه لهذاك السيد اللي راني حاطط التصويره تاعو، معيطت له 35 مره 35 مره في نص ساعه. تعيط وتعاود تعيط وتعاود. انا قلت غادي نفيريفي غير لي ريبورت تاعها. ملي مشيت للبلاد حتى اللي رجعت والله ما قدرت نفيريفي غير النهار الاول. النهار الاول معيطت له غير في نص ساعه 35 فوا. خدعتني وربي يكشفها، هذه اللي غادي نقولها. طيب، ضرتني بزاف اخويا. أنت الآن متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجتك السابقة إكرام متواجدة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هناك بعض الصور تظهر أن هناك علاقة بين زوجتك إكرام السابقة وزوجتك الأولى الأمريكية. انا حقيقه كنت متزوج الاولى مع امريكيه قبل ما نعرف اكرام. كنت متزوج مع واحده ماشي هذيك اللي في الصور، هذيك بنتها، هذيك اللي في الصور اللي حطوهم هذيك مرت اخي في الجزائر. عندي العقد تاعها تبغي نبعثها لكم كل شيء. انا كنت واكرام النهار اللي عرفتها قلت لها بون انا ثاني كنت متزوج مع امريكيه وطلقت معها، راني غادي نعاود نتزوج بك. ماشي عيب واحد تزوج مع امريكيه وبغيت تبت بلادي نعاود نتزوج. هذا ليس كما يشاع بأنك تزوجت الأمريكية من أجل الوثائق. لا 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 يا اخي، لا يا اخي. هقول لك حاجه بالك هذه ما غاديش تدخل لك في عقلك. هذيك الامريكيه اللي غادي يقولها دارت فيا خير اللي عمري في حياتي ما غادي ننساه. اوكي، لحد الساعه الان هي راهي واقفه معايا هذه الامريكيه. ونزيد نقول لكم غير حاجه واحده غير صغيره باش ما نطولش تفضل عليكم. تفضل. والله يا خوتي لو 3 ماي من هذه اكرام هربت من الدار. بون راكم عارفين دات دراهم ودات كلش. انا اختي جايه مسكون من سكول. نعم. من جات للدار والله العظيم عيطت خلتها وحدها في الدار. وهنا في امريكا ما تقدرش تخلي بنتك ولا ولدك وحده. انا كنت نقدر ندخل الحبس على جال خليت اختي. اوكي، شكون اللي لقيته؟ لقيت امريكانيه كبيره عليا ب 20 سنه. هي جات للدار وهزتها عندها الباسبور. اكرام اللي مشات مع السيد الله يغفر لها خلت اختي وحدها في الدار. انا كنت في الجزائر. انا تبغون نبعث لكم كاع الفي تاعي والكاشي تاع الباسبور. انا كنت في الجزائر. نعم. خلتها في الدار وحدها. والله العظيم يا خوتي قسما بالله لا بوليس قالوا لي من جاوا لا بوليس قالوا لي نعطوك 20 مينوت لو كان ما يجيش واحد ياخذ هذه اختك الصغيره غادي نعطوها الفاميليا مسيحيه ولا يهوديه ولا ما على باليش. قسما بالله عيط الامريكانيه من الجزائر ومطلقها والله الا مشات. هي تسكن في نيويورك وانا نسكن في جيرسي. مشات لجيرسي هزت لي اختي وتديها للسكول وترجعها سيمانه وهي تديها وترجعها. والله العلي العظيم. نعم. طيب عبد القادر، بلادي شو دارت لي. رفعت دعوى قضائية في الجزائر على إكرام؟ نعم رفعت دعوى قضائيه. في أي محكمة؟ في محكمه بلجير في وهران. وما هي ربما الشكوى التي اشتكيت بها؟ هل هي الخيانة؟ الخيانه الزوجيه.
طيب، وحتى هي رفعت بك دعوة قضائية في أمريكا أم لا؟ هي رفعت بي 17 قضيه في امريكا، 17 قضيه، والحمد لله كلهم ديسميس، معناتها كلهم غلط، ما عندي ولا حاجه. الحمد لله مشيت للمحكمه، الحمد لله الحمد لله كان عندي شويه فلوس، خلصت كل اللويرز. انا ماذا بيا دوك الفلوس كنت صدقتهم على المساكين، ولا عطيتهم لامي، ولا عطيتهم لاخي، ولا يتزوج، ولا كل فلوسي مشيتها للمحامين. جميل. طيب عبد القادر، ضيوفي يريدون أن يطرحوا 17 عليك. قضيه، سامحني يا اخي، سامحني، تفضل. 17 قضيه، 17 قضيه، والله ربي يكشفها. الايام سبحان الله، الايام اللي قالت انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، انا وهي ما كناش في البيت، قالت لهم ضربني في البيت وعامل كاين شيء امور واحد ما يقدرش يتكلمهم، انا في التلفزيون ما نقدرش نتكلمهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ولا وحده عملتها لها، ولا وحده. هذه اللي تقول انا هذا عملت لها ليه ما هربتش ال 28 افريل، على ما هربتش لو 29، على لو 2 تعيط لي وتقول لي حبيبي وزوجي وكيفك 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 وكيفك. فاهمني؟ نعم. القات السيد هذا، الله اعلم، الله يسهل عليها، عجبها ولا راحت معاه، ربي وكيلها، وراني نقولها ونعاودها، ما قلت لها ندير لك حتى حاجه، انا يا ربي وكيلك وحسبي الله ونعم الوكيل. أنت تشوف في روحك بأنك خدعت؟ خدعت كثير 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 كثير. لما رجعت من البلد، من الجزائر، لو 13 لو 12 ماي، جاوني البوليس للبيت. اوكي، جاوني البوليس للبيت، قال لك لازم ما تكلمها، ما تقربها، ما تمشي عندها ولا حاجه. انا شادت، قلت انا هذه مرتي، كيفاش دخل البوليس؟ انا ما دخل البوليس، هذه بيني وبين مرتي. عيطت لها، والله يا اخي راني نقول فيها ومانيش حشمان، ونقولها قدام مليار بنادم. نبكي في التليفون، نبكي في التليفون، يا اكرام اتقي الله، يا اكرام ولي للدار، نعلي الشيطان، نعلي الشيطان، نعلي الشيطان، ما عندي ما ندير بيك، ما عندي ما ندير بيك. سجلتني يا خوتي، ومشات للا بوليس، قلت لهم عليكم، قلت له ما تعيط لهاش، ها ولا عيط لي، قلت لهم صح غير سمعوا واش قال، اش قلت لها، قلت لها راني نبكي، ما قلت لهم راهي هدت فيا بالقتل، وقال لي نعمل لك وغادي نجيك للدار. انا هي مع الراجل ما نعرفهاش وين راهي، امالي والله لا ضرب 3 ايام في الحبس يا خوتي، 3 ايام في سيدنا رمضان، والله العظيم. وانا نعيط لها، قلت لها غير ولي للدار ونتفاهموا ونشوفوا واش كاين واش كاين. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عبد القادر، ضيوفي الشيخ علي عية وأستاذ المحامي يريدون أن يطرحوا عليك بعض الأسئلة إن أمكن. الشيخ علي عية، تفضل. يا مش مشكله. تفضل. السؤال الأول، نعم. بعد تحية طيبة لمجمع قناة النهار، أطرح هذا السؤال: هل الزواج تم في وهران أم في أمريكا؟ باختصار. في وهران. في وهران. في وهران. في وهران. وبعد ما تزوجت بها كم بقيت، شحال قعدت معها في وهران؟ بعد تزوجت بها، احنا تزوجنا لو 5 جونفي 2016، وانا رجعت الميريكان لو 18 جونفي، تما قعدت معها شحال المدة اللي قعدت؟ 12 يوم، 10 أيام. طيب. 12 يوم. 10 ايام 12 يوم. لما تنحيها من شهر و13 يوم يبقى شهر ويوم. نعم. إكرام كانت عايشة في وهران، ما تعرفش كانت عايشه في أمريكا. وهران. هل يتصور أن فتاة تدخل إلى دولة غريبة بحجمها وعظمة الدولة هذه أمريكا في خلال شهر ويوم أنها تستطيع أن تقوم بهذه الأدوار كامل؟ هذا السؤال الأول نطرح عليه. السؤال الثاني: أنت تقول بأنك قعدت معها شهر في أمريكا وهبطت الوهران وتركتها وحدها مع أختها، مع أختك في عمرها 10 سنوات. إذا كان السبب هبوطك من أمريكا للوهران أنك راح تتزوج، راح أختك تتزوج، لماذا ما صبرتش في وهران وعاونت أسرتك باش لزفاف أختك ومن بعد تطلع لأمريكا؟ ونحن نعلم أن التذكرة وتكلفة التذكرة من الجزائر إلى وهران. كيف يتصور العاقل أن في خلال شهر ويوم فتاة غريبة في دولة غريبة تقوم بهذا الشيء؟ هذه مجرد أسئلة. نعم. فقط. تفضل عبد القادر، تفضل. اوكي، على نردك. السلام عليكم الشيخ. باش وعليكم السلام نردك ورحمة الله. على السؤال الاول. اوكي، تفضل. نعم. ألو؟ تفضل عبد القادر. أوكي. نعم. السؤال الاول، انا الدروك، انا اللي راجلها، انا اللي راني معني بالامر مع هذه المراه اللي تزوجت معها. الدروك مازال ما فهمش علاش دارت لي كيما هاك، شكون اللي وراها، شكون اللي داها، شكون اللي ورا لها، انا ما على باليش قسما بالله. نجبد لكم كاع لي ريكورد تاع التليفون
لي ريكورد تاع التليفون معيطه دي نيميرو ما نعرفهمش. هذا بروف باللي هذه الناس كانت تعرفهم في الجزائر. هذا البروف اللي كانت هذه الناس كاع اللي تعرفهم وكاع اللي كانت مخططه كل شيء من الجزائر. من هدرت مع لافوكا تاعي قلت له هذه كيفاش قالت هذه القضيه هذه القضيه هذه القضيه، قال لي هذه اكزاكتومون لا بروسيدور كيفاش تدير لي بابي، تقول لهم ضربني وفعل لي وعمل لي ودار لي وعمل لي غير كل شيء هذا يا الحاج ويا شيخ على جال اوراق. هذه الاوراق هي نعمه والحمد لله ربي كرمنا بها. والله العظيم يا شيخ لو ولات لنا نقمه الناس ولوا يشوفوا فيك ورق. سمعتني يا شيخ؟ نعم. انا هذه اللي نخمم فيها، هذه اللي نخمم. انا كون كاع ماشي مليح يا شيخ، انا ماشي مليح وانا اللي فاعل وانا اللي عامل. انا اولا تزوجت لها في الحلال، ما ضحكتش على بنت الناس. ثانيا بوها حضر، امها حضرت، والديها حضروا، خوتها خوتي كل شيء حضرنا. علاش راكي مع السيد؟ علاش لساك ماي ما راكي في اسمي؟ انا ما طلقتهاش حتى لو 13 ماي حتى اللي جيت الماريكان. انا لساك ماي ما زلت كنت نقول بالك غير راهي منرفيه باسكو بوها قال لي راهي عند صاحبتها وراهي منا. انا لساك ماي بعد مي فوطو وصلوني اللودود متصورين لسام ماي. علاش راكي يا اكرام مع السيد وطاخر؟ هذه اولا. ثانيا عمرك ما قلت لي على هذا السيد شكون اللي جزائري وفحل وراجل يقبل بالشرف تاعو يحكي معاك؟ ما كاش واحد يقبل، ما كاش. انا ما قدرتش ندير لها حاجه ماشي مليحه. قلت انا او نقول نهضر، لازم نهضر باسكو هذه دخلتني للحبس، هذه دخلتني للسبيطار. بويا قسما بالله يا شيخ الا من سمع باللي راني في الحبس طاح لقى فيه السكر. ما جايه تبكي في الحبس، ما على باليش عليها في شهر ونص يا شيخ والله العظيم. شكون اللي وراها؟ شكون اللي عطاها تليفونات؟ شكون اللي وراها وين تروح؟ شكون هادو دي كاسيون اللي كانوا غادي يهبلوني. ما قدرتش نجاوبهم، ما كانش اللي يجاوبني. هذه اكرام في التلفزيون قبيله قال لك علاه ما لقاهاش ويقول لها يا اكرام ويتفاهموا وياها. يا الحاج الشيخ دارت لي ورقه سموها ريسترينين اورال، ورقه ابتعاد لازم تبعدها. ما نقدرش نكلم مرتي، وراكم عارفين هنا عندهم الحريه بزاف تاع المراه وكاع. هذا شهر و13 وهذه 12 يوم اللي مشيت فيها للبلاد حياتي الحاج انقلبت مسمار الارض. وكل يوم جايه لا حول ولا قوه الا بالله، وجايه وتبكي قدام الجوجه ودار لي وعمل لي والحمد لله يا ربي الحمد لله. دوك الايامات باسكو هنا يدوموندوك لي دات نعم. وين تضربك وين تعمل لك. والله ما كنت في الدار وما كناش انا وياها كاع ما في الدار. طيب ما حاولتش والله على ما اقول اسمح لي على المقاطعه، ما حاولتش عند ايمان نعم. في المصحف. انا نقول في الصح ونرقد في مخده تهاني. طيب ممتاز. عبد القادر ما حاولتش تتصل بالشخص اللي راهي معاه زوجتك؟ هذاك الشخص نعم. هذاك الشخص هو اللي بعث لي فوتو تاعهم في زوج. ما اتصلتش به؟ كلمه واحده وراه عندي لي ميساج باش ما نضروش خاطر باسكو هي اللي خدعتني ماشي هو. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي نا وانت ولد بلادي. قلت له ما كان لا ولد بلادي لا والو. هذا شرف وانا ما نقبل الشرف تاعي تحفيلا. ما نقبل الشرف تاعي وما كانش اللي يقبل هذه الحاجه. قلت له غادي نقول لك انا اللي عيط لي راني نقول له ما تقول لي عليها ما والو. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طيب هاي معك الاستاذه محاميه تحوص عليك سؤال. تفضلي استاذه. شكرا. مساء الخير الاخ عبد القادر. سؤالي مساء النور. سؤالي أوجهه لك فيما يخص عندك أصدقاء في أمريكا؟ عندي أصدقاء في أمريكا. منذ متى وأنت في أمريكا؟ تقيم في أمريكا؟ من 2005. من 2005. تزوجت بهذه السيدة بنفس التاريخ 2005؟ لا مع إكرام تزوجت معها هذا العام 2017. هذا العام. نعم. قلت قبيل سمعتك باللي رفعت دعوة قضائية على أساس جريمة خيانة الزوجية. نعم. على بالك باللي القانون الجزائري راهي محددة بشروطها وأركانها. هو أنه الخيانة الزوجية لو كانت في أمريكا المشرع الجزائري يأخذ بمكان وقوع الجريمة، وعندها شروطها أنه تتوفر شرط العلم أن هناك الشرطة، يعني حالة تلبس. احنا لهنا نقدروا نقولوا رانا امام جريمه خيانه زوجيه. انت كي رفعت الدعوه القضائيه تاعك باش نقول لك زعما انا الغرض من القضيه اللي درتها ماشي باش اسمح لي دقيقه الاخ، دقيقه فقط. انت كي رفعت القضيه تاعك امام القضاء الجزائري، ما كان الحكم في هذه القضيه؟ الحكم تاعك واش كان؟ مازال ما قالوا لي حتى حاجه. انا قلت لك درتو باش نطلقها ماشي باش ندخلها الحبس ولا حاجه. ورفعتها القضيه، رفعتها امام محكمه قلت بيرجير، رفعتها بيرجير في وهران، رفعتها يعني في امام المحكمه وعطاونا قال لك غادي نديروا لكم جلسه صلح ولا ما على باليش. تما انا وهي مشيت تما وكلت خويا باش يمشي للمحكمه.
أليس اسمح لي أوكي. خويا، اسمح لي أنا نطرح لك أسئلة كامرأة قانون باش ما نورط حتى واحد، يعني يكون الظن تاعي ما يكونش ظن، يكون ظن في محله. يعني الخيانة الزوجية على بالك بلي تثبت يعني مكان وقوعها في الجزائر. أنت مكان وقوعها راهو كان في أمريكا، معنى ذلك أنك حطيت الشريط هذا ربما في الفيسبوك حتى تعمم هذه الجريمة وتصبح الجريمة هذه، يعني يستطيع المشرع الجزائري، يستطيع القاضي الجزائري أن يحكم فيها، المختص أن ينظر في وقائع هذه الجريمة، أليس كذلك؟ تقدري تعاودي تساليني هذا السؤال ثاني من فضلك؟ قلت لك جريمة خيانة الزوجية، جريمة خيانة أوكي. الزوجية تثبت قاضي الموضوع، يعني هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، جريمة لها شروطها، هي حالة التلبس مع وجود رجال شرطة أو ناس، يعني أربعة أشخاص، يعني شهود. لازم يكون شهود يعني يثبتون حقيقة أن هذا الفعل، أن هذه الزوجة ارتكبت جريمة زنا أو خانت زوجها. يعني الخيانة الزوجية راهي وقعت في أمريكا، يعني في بلد أجنبي عن الجزائر. احنا قوانيننا راهي باينة وقوانين الأمريكية راهي باينة. درك انت ربما انا قلت كامراه قانون، ربما انك وضعت قضيتك في الفيسبوك حتى انه القاضي الموضوع، يعني القاضي الجزائري، يعني يبث في قضيه خيانه الزوجيه، اليس كذلك؟ هذا هو سؤالي، اليس كذلك؟ انا هقول لك حاجه، الجواب تاعي سهل مهل. انا الغرض تاعي من هذه القضيه اللي درتها باش خيانه زوجيه بتهمه خيانه الزوجيه. هنا ما نطلق عليها قضيه سرقت لي عندك الدراهم والذهب وعندي كاع الروسي وكل شيء، قال لك ما كانش خيانه بين الزوجه وراجلها، ما كان عندي كاع، نبغي نبعث لكم كاع اللي كاع ربط عليهم قضايا، فيقول لك ما كانش السرقه بين الراجل ومرته. نعم، يعني انت ولذلك جيت للقضاء الجزائري. درت باسكو قالوا لي تتزوج، انا في الامريكان ماشي متزوج بها، انا متزوج معاها في الجزائر. والله يا خوتي ليبريت فامي والله انا بغيت باش نشوفوا والله اللي خاطمي تاع تزوجت معاها بها وسرقتها لي من الدار. يا الاخ طيب عبد القادر، سؤال اخير ونختموا مع الاستاذه، تفضلي. لا ديرنيير كيستيون، اسمعني مليح الاخ عبد القادر، انا قلت لك يعني هو انت كي رفعت نعم. الطلاق يعني درت السبب تاعو الخيانه الزوجيه، هذا هو السبب الطلاق. الخيانه الزوجيه. فوالا. نعم هذا هو السبب. نعم. شكرا لك عبد القادر. عندك كلمه اخيره تفضل. الكلمه الاخيره اللي غادي نقولها، باسكو بزاف الناس كتبوا لي دي ميساج وكاع، انا عمري ما قلت للجزائريه الشيرات ماشي ملاح، ولا انا ماذا بيا ندي بنت بلادي وفرحان بنت بلادي وديت بنت بلادي وفرحان بها وكاع. انا قلت غير هذه الشيره اللي راكم تشوفوا في لي فوتو تاعها هي برك، غير هي اللي حرقت لي قلبي وسرقت لي دراهمي وسرقت لي فرحتي ودارت لي كاع الصوالح اللي ما كنتش نستناهم في حاجه تاع 10 ايام. حسبي الله ونعم الوكيل وربي يخلص فيها، والله على ما اقول شهيد. عبد القادر، سمعت الرد تاعها، سمعت الرد. اسمح لي عبد القادر، الفيديو تاعي في التلفاز. عبد القادر، سمعت الرد تاع اكرام ولا ما سمعتوش؟ سمعت الرد تاعها. نعم، ملا ريح معنا نسمعوه، نعطيك تعطينا بك ردك في كلمه نسمعوه مع بعضنا، ريح معنا. السلام عليكم اختي، ما نقدرش نقول لك كاع على شخصها، ماشي على انا درتها هاك، خاص تقصوا على هو دار كيما هكا. بون اختي، ما عنديش كيف نحكي لك لي شوار، باسكو لي شوار تاعي فيها ساعتين، ماشي كيما هو حكاها 2 مينيت وبينها لكم بلي هو فيكتيم وراح فضح كاع. نقولوا انا بصح درتها سطر واحد مسلم سطره، انا بغيت نسطره اللي دار فيا، انا اللي مبغيتش نهضر صح. الحمد لله ربي سلفني منه، ربي جابني هنا باش يخدم بيا، يخدم اونوا، وربي سلفني منه الحمد لله يا ربي. دوك نطلع على فيديو تاعه. هذه كلمه مهمه في اخر كلامها، قال جابني باش يخدم بيا اونوار. حابين نفهموها عبد القادر واش معناها؟ هذه اونوار ما على باليش، احنا في الماريكان نقولوا واحد اونوار معناته ما عندوش الاوراق، هذه معناتها اونوار في الماريكان ولا في الغربه كاع تاع الغربه سقسيم يقول لك اونوار معناتها ما عندوش الاوراق، يعني حرق. الحمد لله بكواطي اكزاكتومون، يعني حرق. انا عندي باسبور امريكان وكل عام نهبط للبلاد والناس كاع يعرفوني، ما اونوار ما والو. خدام تاكسيير في نيويورك، راني درت واحد الفيديو، حطيت البيرمي تاعي تاع الطاكسي، وانا البيرمي دايه من 2009 راني خدام تاكسيير. هذه وحده. ثانيا انا فيا خوف ربي قبل ما نخاف منها ولا منك ولا من واحد اخر، خاف ربي باسكو انا هاد الصوالح ما نديرهمش. ثالثا هذاك الشهر و13 يوم اللي كان تاع معايا، يمكن بتنا في الدار عندي وين نسكن انا، يمكن 3 ايام، باسكو كل يوم يعرضونا صحابي في كارولاينا في فيرجينيا، روحنا لميامي، ما قعدناش ما في الدار وين تنجيب هاد الرجاله كيما قالت هي، ربي وكيلها. رابعا
عندي اختي انا جايبها مربيها من الجزائر، عندها 10 سنين كانت عايشه معنا. خوتي اش بغيت نقول لكم، انا هذه مانيش باغي باش نفضحها، مانيش عارف. اختي عندها 10 تقدر تقول لكم عاشت معها هذيك 10 ايام. والله يا اخي، والله يا اخي، والله العلي العظيم، اذا هي جابت للراجل ورقدت في فراشي حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عبد القادر، نسمع رأي والد إكرام، لأنه حتى هو جرينا معه اتصال هاتفي لأنه رفض التصريح في القضية، ثم نرجع إليك. نسمع هذا المكالمة. الو السلام عليكم. الو الو نعم صباح الانوار. واه خويا، شوف كاينه واحد الضجه حول القضيه هذيك تاع اكرام وسي عبد القادر. اكرام واه واه نحن قناه النهار حبينا اذا امكن نديروا مع سيادتكم اتصال هاتفي تمدوا فيه وجهه نظركم تجاه القضيه هذه، لانه الجزائريين كامل راهم يتحدثوا على القضيه هذه. واه يا خويا لا ما نجمش خويا، ما نجمش خويا. تقدر تعطينا الروايه فقط واش كاين؟ لا خويا مشكله معقده بزاف. والله تعطينا التفاصيل، نحن ماذا بينا يكون الراي والراي الاخر به ما نظلموا حتى طرف يعني. وعلى بالي بارك الله فيك. هذه عفر فاميليا، فاميليا عائليه، هذه مشكله عائليه. بارك الله فيك. راهي دايره ضجه على بالك على مواقع التواصل الاجتماعي. دايره ضجه، انا دايره ضجه. كيف دايره ضجه؟ اسكو راك شفت يعني في فيسبوك وش يهضروا في الجرائد ما شفت والو، انا خاطيني قاعد تصالح، لا تصالح لا خاطيني. ماذا بينا والله تعطينا وجهه نظر تاع العائله. لا اسمعني على الاقل يعني ما نظلموش حتى طرف. لا احنا مظلومين، احنا في البلاد مظلومين من اللي حلينا عينينا اخويا، احنا مظلومين في البلاد هذه. هي معليش نحن قادرين نعاونوكم في هذه النقطه. لا شوف، لا اللي عاوننا هو ربي. يوم القيامه احنا ندو حقنا من اي واحد ظلمنا، يوم القيامه ندو حقنا. هذا ما كان. انت تنفي وجع على لسان هذاك الطفل. لا ربي يعاوني سبحانه، ربي يعاوني سبحانه. معليش ربي يعاونك، بس الرأي العام لازم يعرف الحقيقة هذه. هذه وراء الرأي العام، هذه الحقيقة، حقيقة مليون ألف حقيقة راهنا في البلاد هنا ما كاش اللي يعرفها، وحقيقتي اللي ولات تضر العالم هذه. السلام عليكم خويا. عبد القادر، سمعت رأي الوالد، قال باللي قضية معقدة كثير. ما طبيعة العلاقة بينك وبين والد إكرام؟ هل يرفض الحديث إليك أو هل تحدثت له عن الموضوع؟ اوكي، انا مشيت للبلاد، مشيت للجزائر باش هكا باش نعرف باش نفوق على الناس. مشيت للبلاد لو 28 لو برومي ولا تلاقيت مع والديها، عرضوني في الدار، مشيت عندهم فرحانين، تهضر معنا قدامنا يصرى هذا المشكل. اوكي، بعد لو 3 من هربت من الدار وليت نمشي عندهم للدار. اوكي، كل يوم نقول لهم بلي انا نعيط لمرتي، في التليفون ما يترفد عليا التليفون. واش كاين؟ قال لي باللي راهي طاحت مريضه وراحت عند وحده صاحبتها راهي قاعده في الدار. صحيح احنا صايد لحت انا البروبليم تاع اختي، ما نسيتش باللي اختي صايد داتها الامريكانيه. قلت انا معليش هذه مرتي، عيطت لها في نهار في ساعه 168 مره راني مسجلها، ما هزتش عليا التليفون. وليت كل يوم نمشي عندهم. من بعد قال لي سؤال اخويا ما نوليش نستقبلك. مشيت العصر قعدت واقف عند الباب تاع دارهم، قال لي نو، قال لي عاودوا لي المغرب قال لي صاير سي ترو دار. بعد قال لي لوطو راهي اونفان. بعد عاود يستقبلني شا قال لي بوها انا سملح ما قلت حاجه على بوها. قال لي خويا هذه بنتي راني مستبري منها، قال لي هذه كاع ماشي بنتي. قال لي وراه الحجاب اللي كانت ديرو وانا ما ربيتهاش كيما هاك على حد والو والله اعلم. اوكي، والحاجه التاليه كاع من هذوك اللي فوطو قدامنا نحطهم في الفيسبوك بعثهم لبوها باش يعرف، ماشي باش نضروا ولا باسكو هذه بنته وغادي كي نطلقها يقول لك هذا علاه طلقها. بعثهم لبوها وبعثهم لاخوها، عندها اخوها ثاني ناس ملاح ما شاء الله سموه حكيم، بعث لهم هذو اللي فوطو. وليت نعيط لهم على بنتكم دارت لي هاك، هضروا مع بنتكم عقلوها. قال لي خويا ما تجيش تعاود تعيط لي. قال لي انت تزوجت معها دبر راسك انت وياها. قال لي انا انت ما تجيش تعاود تعيط لي. عيط له 3 4 10 20 خطره ما ولاش يهز عليا التليفون. قلت له انت اخويا شبتني نقول لك، هذه هي العلاقه اللي عندي معه. طيب سؤال اخير، اكرام الان عندها وثائق امريكيه؟ وثائق اقامه؟ لا ما اوراق، انا جبتها غير فيزا من الجزائر. قلت لها اوكي، انا لو كان جبتها بالاوراق كانت حتستنى 6 شهور في الجزائر. اوكي، انا قلت نجيبها بفيزا وهذيك 6 شهور اللي تستناها تعيشها معايا هنا في امريكا باش نقدر نقدم لها على الاوراق. بغيت هذيك الوقت اللي تعيشوا هي في الجزائر تعيشوا معايا هنا، ما عندهاش الاوراق، عندها غير فيزا وتكملها في سبتمبر تخلص لها الفيزا. تخلص لها الفيزا. طيب عبد القادر، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القصة. شكرا جزيلا لك. انتم ثاني شكرا جزيلا لكم، ونشكر قناة النهار، وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام. مشاهدينا، نذكركم بأننا حاولنا كما شاهدتم قبل قليل اتصال بوالد
إكرام، ولكنه رفض الحديث ورفض الخوض في القضية. إكرام أيضا صرح تصريحا مقتضبا كنا بثيناه قبل قليل، وقالت أنها ستبث فيديو حول هذه القضية. سنناقش بالتفاصيل، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا هذه القصة. سنتحدث عن أسرار الزوجية، عن كشف أسرار الزوجية، سنتحدث عن المظاهر الخداعة، سنتحدث عن الدين أو مظاهر الدينية المزيفة،